محمد رمضان طلع في برنامج وقال ان انا كل العربيات اللي عندي دلوقتي كنت حاططها صور فوق سريري، وعندي ايمان كبير جدا انها كانت هتبقى فعلا عندي وبقت عندي. هو في حاجه اسمها كده؟ دي حاجه اسمها مانيفستيشن بورد. خلوني اشرح لكم. اللي بيحصل ان اكبر الشخصيات الناجحه قالوا ان هم كان عندهم تصور الحاجه اللي هيبقوها. يعني مثلا انا بحلم ان انا اشتغل مذيعه في قناه معينه، انا باخد صوره ليا واحط وراها اللوجو وابدا اعلقها قدامي. نفسي يبقى عندي ممتلكات معينه، بياخدوا الحاجات دي ويحطوا الصور دي على بورد قدامهم ويفضلوا رايحين جايين يشوفوها. طب هل ده ممكن ينجح؟ طبعا ممكن ينجح، بس لو انت شخص بتعمل اللي عليك، او اعمل ايا كان الحاجه المطلوب ان انا اعملها عشان اوصل للتارجت اللي انا بحلم بيه، وفي نفس الوقت ببدا اخد صور لتخيلي اللي انا هوصل فين وببدا احطها قدامي على بورد. ده بيساعدني في ايه؟ اول حاجه ده بيدي موتيف، في نفس الوقت ده بيخلي السب كونشس بتاعكم يتدرب على فكره ان انا قادر اعيش التجربه دي. ودي حاجه مهمه جدا، لان في اشخاص كتير لما جم يوصلوا للحلم اللي هم كانوا بيحلموا بيه بوظوه، ودايما يقولوا لي انا مش عارفه انا ليه عملت كده، علشان انا عقلي مش مدرب على التجربه دي. فلما بتجيلي التجربه بالشكل ده بحس بريسك كبير جدا، فايه اللي بيحصل؟ بنخربها على نفسنا. فكل ما اهب نفسي بان انا اعمل مانيفستيشن، ودي حاجه انا عملتها قبل ما يجيلي الانفيتيشن اطلع في كل الايفنتس اللي انا طلعت فيها وتيدكس وغيره، انا كنت دايما شايفه نفسي وعارفه ان انا هطلع في الايفنتس دي، وعارفه انا هطلع في تيدكس، وعارفه انا هتكلم في موضوع ايه، ومجهزه كمان انا هبقى لابسه ايه. كل البرامج اللي انا طلعت فيها كنت قبلها كاتبه ورقه، الحمد لله انا تم دعوتي لاكبر البرامج في مصر، وفعلا طلعت في برامج كتيره. كل الحاجات دي انا كنت كاتباها في ورقه، وكاتبه الحمد لله انا قدرت اعمل كذا. ليه؟ لان انا بصحى كل يوم اشتغل على نفسي، وعلى الجانب الاخر انا لازم ادرب دماغي على انها تبقى جاهزه للمرحله الجايه. وانصحكم ان انتوا كمان تجربوا تعملوا كده.